ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ الاول مره يشوفني انا اسمي تموره. اخصائيه بشره وشعر وبهتم جدا باي حاجه تخص البشره والشعر. لو اول مره تشوفوني انزلي بقى اشتركي في القناه ودوسي لايك. النهارده هقول لكم طريقه ماسك حلوه جدا اللي بشرتها جافه كمان خصوصا. اي واحده عايزه ترطيب تبقى البشره ناعمه مترطبه جدا زي بشره الاطفال بالظبط، وفي نفس الوقت تفتحها يبقى ترطيب وتفتيح زي بشرة الأطفال. النهاردة بقول لكم وصفة سهلة جدا وبرده من مطبخك. هتقومي تعمليها على طول. ماشي. أول مكون معانا هو الزبادي. الزبادي بيفتح جدا وبيرطب البشرة، حلوة قوي. ماشي. الزبادي ده بقى هنضيف عليه ايه؟ معلقة زبادي. تاني حاجة زيت زيتون بكر، معلقة. اي نوع زيت زيتون عندك بس لو بكر يبقى حلو. ماشي. دلوقتي هضيف عليها نص معلقة صغيرة على معلقة الزبادي دي. دلوقتي ضفت للزبادي زيت الزيتون وهخلط المكون ده كويس جدا. ماشي. هتعملي ايه بقى؟ هتغسلي بشرتك كويس قوي. ماشي. وبعد كده اهو يا ريت بقى لو بميه دافيه شويه مش سخنه، ميه دافيه. بعد كده هتعملي ايه؟ هتحطي الخليط ده على بشرتك وتسيبيه لمدة ربع ساعة، ربع ساعة بس، وهتبدأي تشطفي وشك بمية فترة. ماشي. وبعد كده اهو اساسي في اي ماسك ان انت لازم بعد اي ماسك بعد ما تغسلي وشك هتمشي تلج او هتمشي قطنة فيها مية ورد عشان تسد المسام. وتفرجي بقى على نعومة البشرة. البشرة تبقى ناعمة جدا. زيت الزيتون ده تحفة يا بنات، يعني مش بنستغنى عنه في مطبخنا وكمان لبشرتنا. والطريقة سهلة جدا. هترطبي بشرتك وهتفتحيها، هتخليها زي بشرة الأطفال، تحفة قوي. بقي الوصفة دي 3 مرات في الأسبوع. ماشي. لمدة ربع ساعة بس. هتلاقي بشرتك مترطبة، هتلاقي بشرة. واظبتي على الوصفة دي هتلاقي ترطيب ونعومة زي بشرة الأطفال وكمان تفتيح. ماشي. يلا بقى لو عجبكم الفيديو بتاعي مش تنسوا تدوسوا لايك وانزلوا اشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، ومش تنسوا تفعلوا زر الجرس. يلا مع السلامة.